أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يرق لأمه لأنها تحزن من بكاء صغيرها وهي تصلي ولا تستطيع أن تخرج من صلاتها، ولكن هو أيضا يرفق بذلك الغلام الصغير لأنه ستأخذه أمه ويسكت من البكاء. فهذا الرفق بذلك الصغير نتج عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإطالة التي كان يريد أن يطيل في الصلاة رفقا بالغلام. يروي البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس يقول: وزينب بنت أبي العاص على عاتقه. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض يؤم الناس وزينب بنت أبي العاص على عاتقه. قال: فإن ركع وضعها وإن قام من سجوده رفعها. بنيته بنت بنته صلى الله عليه وسلم. كله من رحمته صلى الله عليه وسلم التي جبلها الله. النبي صلى الله عليه وسلم مجبول على الرحمة، لا يستطيع أن لا يرحم، فكيف بالضعاف؟ لو أراد لو فرضنا عقلا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يرحم لم يستطع، مجبول صلى الله عليه وسلم. هو ليس برحيم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. لكثرة رحمته صلى الله عليه وسلم لم يصلح إلا أن يوصف بالمصدر. تعلمون إنسان قاضي يقضي بالعدل يقال هذا قاض عادل، لكن إذا كان بلغ في العدل مبلغا عظيما صار إذا قلت له أنت قاض عادل ظلمته، لأن كلمة عادل لا توفيه حقه، لا تظهر العدل الذي يقوم به، فيقال هذا قاض عدل يوصف بالمصدر. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه لم يقول ما أرسلناك إلا رحيما، لا، لكن كلمة رحيم لا توفي حقه. وما أرسلناك إلا رحمة، أنت رحمة، أنت لست رحيما، أنت رحمة. ويقول هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث رواه الحاكم في المستدرك: إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. رحمة، مجبول صلى الله عليه وسلم على ذلك. لما كان يخطب ورأى الحسن والحسين ابنيه وقد لبس ثيابا طويلة فيسقطان، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرآهما فنزل من على المنبر وحملهما وأجلسهما وقال: لقد رأيت هذين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت. ما يستطيع، لم يجد صبرا صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. واش يسقطان في الشوك؟ فين يسقطان؟ نزل فوق السقف الصغار يطيحوا ينوضوا. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. الحمد لله الذي جعل من أمته. نسأل الله سبحانه ألا يسلك بنا غير سبيله حتى نلقاه يوم القيامة.